عالم الملك الحياتي باوع وفي العالم الملكوتي. شوية أريد أفتح دماغك، ولو قد تقول لي هاي شوية حكي صعب، لا هن بينات إن شاء الله واضحات. لربما أقول البعض لعله يفسر كلامي بصعوبة، وإلا هو إن شاء الله سهل وفق ما استفاض فيه علماء مدرسة أهل البيت نورونا بهذه العلوم. وفي الواقع من نرجع الأصل في هذا الإبداع من كل متحدث ومن كل موالي ومن كل محب ومن كل شيعي، من ترجع للواقع الفضل إلى الله وإلى ماذا؟ وإلى محمد وآل محمد. إذا قارن الزيارة زيارة الإمام الصادق للإمام الحسين عليه السلام، شو يقول له؟ يقول له وبنورك اهتدى الطالبون إليك. محاضرتي 3/4 عقائد. وبنورك اهتدى الطالبون إليك. أنا وأنت طالبين للحسين لو ما طالبين؟ شو تقول أنت؟ طالب لو ما طالب للحسين؟ قطعا طالب للحسين. وخل أقول لك، هم مو أنت بنائك الكريم، أنت جاي من تلقائك؟ لا 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 لا، ما جاي من تلقائك أنت. تمام، القرآن يقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، لكن أنت ما أجيت إلا بدافع الفطرة الأولى التي فطر الله تبارك وتعالى عليها العباد. والدافع الثاني شنو؟ بنوري باوع بنورك اهتدى الطالبون إليك. أنا وأنت إذا طالبين للحسين عليه السلام باوع فنهتدي بنوره. هذا واحد. المطلب الثاني، المقطع الثاني في زيارة ليلة النصف من شعبان، بل برجاء حياتك حيت، اللي حافظ يجاوبني، قلوب شيعتك. قلت لك محاضرتي يطغى عليها الطابع العقائدي. بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك. إذا ما عندك مولانا من ولاء وحب وشوق وتضحية تحت ماذا؟ تحت هذا المسمى. فالحسين عليه السلام قبل الخلق موجود، وبعد الخلق شنو؟ وفي عالم الملكي عالم الحياة، وما بعد العالم الملكي عالم الملكوتي. أنا وأنت أي منهما نرتبط، في العالم الملكي أم في العالم الملكوتي؟ وراح أبين هسه تباعا نقطة نقطة. الحسين قبل الخلق هل هو معروف؟ خل راجع. لما نجي نقرأ مصادر متعددة من جملتها مثلا أحوال الحسن والحسين في معالي السبطين للسيد هاشم البحراني، لما تجي تقرأ أن الله تبارك وتعالى خلق نور محمد وآل محمد قبل الخلق ب2400 عام، 2400 سنة نورهم خلقه الله تبارك وتعالى. آدم سأل هذه المسألة. آدم، الإمام علي بن أبي طالب يقول لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق خلقا من طين، التفت ولا؟ فلما خلقه ونفخ فيه من روحه التفت آدم شوي، التفت لي والله، شاف 5 أشباح. التفت العبارة، الحسين قبل الخلق قال إلهي هل خلقت أحدا قبلي من طين؟ بين قوسين، بين قوسين خلي طين، جاي يقول من طين. المولى تبارك وتعالى قال لا. قال ربي إذن ما هذه الأشباح التي أراها على صورتي وهيئتي؟ شوف، قال هؤلاء خيرتي من صفوتي من خلقي، خلقتهم من نوري. شوف، خلقتهم من نوري، وهم الأول، أنا المحمود وهذا محمد، وأنا العلي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الحسن المحسن وهذا الحسن، وأنا كثير الإحسان وهذا الحسين. إن كانت، التفت العبارة قد دقيقة، الحسين قبل الخلق، لا تضيع موضوعي. إن كانت لك حاجة يا آدم باوع
فتقرب إلي، توسل إلي بهؤلاء الخمسة. إذن في الأصل الحسين قبل الخلق شنو موجود؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: ما من نبي من الأنبياء إلا وعرضت عليه مأساة كربلاء، بدءا من آدم وانتهاء بالخاتم صلى الله عليه وآله. قصص موجودة في هذا كثيرة ينقلها الشارد والوارد والعدو والصديق. آدم، إبراهيم، كل منهم يأتي إلى كربلاء فيصل إلى موضع سقوط الإمام الحسين، سبحان الله، فيوقع. بالرواية إبراهيم، وفي رواية آدم قال: ربي وهل بدر مني ما يسخطك؟ أنا ليش وقعت؟ يقول له: لا عبدي، أنت من وقعت هنا لابد لك أن تعرف السر ما هو، فيكشف له الله تبارك وتعالى ما يجري على من على الحسين عليه السلام وعلى أهل بيته في هذا المكان. هذا الدليل الثاني. وين؟ في الحسين قبل الخلق. زين. الثالث، أعتقد انطيتها محاضرة يمكن لكم، ما أدري قبل 4 سنوات أو أقل، ما أدري بعد عن النتيجة. في حوار مع موسى، الله سبحانه وتعالى سأل موسى، موسى سأل رب العالمين، قال له: إلهي، مما فضلت أمة محمد على سائر الأمم؟ ليش؟ أو بما فضلتهم؟ قال: فضلتهم ب10 خصال. قال: ربي قل لي شنو هن؟ قال: فضلتهم بالصلاة والصيام والزكاة والجهاد والحج والقرآن والعلم إلى أن وصل. قال: والعاشوراء. صفن موسى عليه السلام، ذني البقية يعرفهن، صلاة وصوم وكذا، أكيد هو مولانا شنو؟ نبي ويعرف ذن القضايا، ومرسل هو من عندهن من الله تبارك وتعالى لبيان ذلك. قال: ربي ذني كلنا عارفين 9. ما العاشوراء؟ زين، بين موسى وبين الحسين ايش كثر؟ مسافة بعيدة. قال: بلى عبدي، ذلك يوم، شوف، ذبح فيه سبط من أسباط حبيبي محمد. شوية أعلى ثانية. سلم. يوم ذبح فيه سبط من أسباط حبيبي محمد صلى الله عليه وآله، ذبح ذبح الشاة، وهو الداعي إلى الحق، يعني إلي. فيا موسى